السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي ندويو على تشكيلات المنتخب اللي أعلن عليها اليوم مدرب المنتخب المغربي راس لافوكا وليد الركراكي. صراحة التشكيلة نقدو نقولو 90% موفقة، أولا كتر نقدو نقولو 93% فهي تشكيلة موفقة. خوت، قبل ما نبداو في التشكيلة ديال المنتخب، ديروا لنا واحد ابوني اللي مازال ما تابونا في القناة، خليونا واحد جيم من هذا الفيديو وقال لنا كذلك قولوا لنا الرأي ديالكم، خليونا الرأي ديالكم في لي كومونتير. ونبداو على بركة الله. ونبداو الخوت بحراسة المرمى اللي كان كما كان متوقعا. الصراحة كان خلاف على حارس واحد. ثلاثة ديال الحراس. الحارس الأول هو ياسين بونو، فياسين بونو لا نقاش فيه، فهو قدم مستويات واعرة مع فالنسيا. الثاني اللي هو منير المحمدي، حتى هو قدم مستويات واعرين في هاد السنوات الأخيرة. والثالث الخوت اللي كان مع بين الزنيتي والتقناوتي، فعيط على التقناوتي. الصراحة تقريبا نفس المستوى الصراحة اللي عندهم. يمكن اخترت التقناوتي حيت كيعرفو كتار، ولا حيت فيتدربوا، وكذلك حيت لعب في الشامبيونز ليغ العام اللي فات وداها. يمكن هادشي اللي شفعات للتقناوتي على الزنيتي. ولكن هما في نفس المستويات. الخوت ندوزو للدفاع، وعلى رأسهم أشرف حكيمي. الصراحة أشرف حكيمي فهي بلاصتو مضمونة في المونديال، وكذلك كرسمي. إذا الخوت أشرف حكيمي لاعب ديال بي اس جي. اللاعب الثالث هو اللي كان مفاجأة، اللي هو أشرف داري. الصراحة أشرف داري مدافع واعر الصراحة، ما نكذبوش على راسنا، فهو مدافع واعر بزاف. نقولوا احترف وسهل المنتخب. الثالث الخوت هو نصير مزراوي، اللي هو توب في الباير ولا رسمي. الصراحة في بلاصة واحد اللاعب اللي كبير بزاف، فهو ولا رسمي. اللاعب الرابع اللي هو عطية الله، لاعب فريق الوداد. الصراحة تا هو بوست واعر، لاعب واعر كيعجبني الصراحة انايا. فهو لاعب واعر، واخا انا رجاوي نقولك عطية الله دمر ولاعب واعر. لاعب الدفاع كذلك نايف اكرد اللي رجع من الاصابة. الصراحة ما هوش غادي يكون واجد 100%، ولا ما غاديش يكون واجد، ولكن عيط ليه، ما عرفتش واش لعب مؤخرا شي ماتشات، واش غادي يكون واجد ولا ما غيكونش. رومان سايس حتى هو عيط ليه، كابيتان ديالنا. رومان سايس واخا كبير ولكن مازال اللمسة، وغادي يكون رسمي، حتى هو غادي يكون رسمي. جواد الياميق حتى هو عيط ليه. جواد اليميق الصراحة دمر تا هو، وما اختارش الخليج، وما اختارش الفلوس ديال الخليج، ومشى يحترف وتقاتل على راسو. دوزو الخوت الخط الوسط، فهو عيط على جبران، لاعب فريق الوداد البيضاوي. جبران كذلك كسور زوين الصراحة، كيلعب واعر تا هو. يستاهل المنتخب بكل رجولة. الصابري الخوت حتى هو عيط ليه. لعب ماتش واحد كنظن مع المنتخب اللي ماركا ديك البيت. فهو من الاكتشافات ديال وليد الركراكي. كنتمنى انه يكون، ما عرفتش هذا الاختيار هذا على علامة استفهام. الاختيار الثالث الخوت اللي هو يونس بالهندا. يونس بالهندا رجع للمنتخب بعد سنوات كثيرة اللي كان غايب في عهد ديال المدرب السابق خليلوزيتش. فرجع بالهندا. بالهندا رجع على ظهر ديال الفجر، فيصل فجر. فالخبرة في المنتخب اللي هو يوسف بالهندا ما كنظنش غادي يلعب، ولكن غير داه وصاف. هادشي اللي كبان ليا انايا، محال واش غادي يدخل رسمي، ولكن داه. كذلك الخط في خط الوسط، فعيط على عز الدين أناحي. صراحة واعر هاد الدري هذا، بدا من أكاديمية ديال محمد الخامس ومشى احترف، فهو لاعب يستاهل يعيط ليه ويستاهل المنتخب لأنه فنان. كذلك في خط الوسط أملاح.
من الاكتشافات ديال خليل او حاجه اللي دارها زوينه الصراحه، هو اللي اكتشف هذا الوليد هذا. فهو كيتقاتل بزاف في الوسط وكيعطي كرات اللي زوينين بزاف. كذلك في خط الوسط فهو حارث امين حارث، فهو رجع للمنتخب. الصراحه هو فنان. امين حارث واعر في الوسط، خصو يحيد منه ديك الزياده، فغادي يكون لعيب واعر. الكاسور ديالنا اللي هو الدبابه ديما يا ربي ما ياخذ شي حمراء، اللي هو مرابط، سفيان المرابط. فهو عيط عليه. كيلعب زوين صراحة، ولكن كيلعب بالعنف شوية. ندوزو الخوت الهجوم فهو أول واحد اللي هو سفيان بوفال. فهو الرسمية ديالو مضمونة الخوت، فهو لاعب فنان، خصو يحيد منه الزيادة فقط. فعيط على سفيان بوفال. كذلك عيط على حكيم زياش، فهو رجع واخا ما كيلعبش في تشيلسي الصراحة، ولكن رجع. كنتمنى انه يكون في نهارو زياش، حيت لعب كذلك فهو واعر. كذلك عيط على جديرة تاني ماتش غادي يكون عنده مع المنتخب. الصراحة كيماركي مع فرقته، كيلعب في الطاليان في الدوزيام سيري ديال الطاليان. كنتمنى انه يقدم اضافة. كذلك بوخلال تا هو عيط ليه. الصراحة كيلعب هاد الدري هذا، كيتقاتل يساهل. كذلك واخا كنقول الرحيمي كان يكون بلاصتو كان يكون احسن. كذلك عيط على محبوب الجماهير سفيان الناصري، الحكومة ديال المغرب. الصراحة ما كيماركيش مع فرقته، وقليل فين كيدخل رسمي، وعيط ليه ما عرفتش. كذلك عيط على منير الحدادي، اللي الصراحة علامة استفهام. كذلك دخل في ديك 8% اللي قلنا غير موفقة. منير الحدادي كنظن ما يستاهلش الرسمية، جا على حساب الكعبي كيتقاتل على منير الحدادي. وعيط كذلك على محبوب الجماهير اللي هو حمد الله. واخيرا حمد الله غنشوفوه بالتوني ديال المغرب. كنتمنى انه ما يخيبش الظن ديال المغاربه، ويكون يماركي لينا البيوت. لما لا؟ حمد الله كاعتذر للمغاربه كاملين. كنظن هذه هي الشرط اللي كان عند الجامعه ولا عند الركراكي، انه باش يرجع خصو يعتذر المغاربه. كنتمنى انه يقدم اضافه ويماركي لينا البيوتا، ويحيد ديك العقم الهجومي. الصراحة الخوت في التشكيلة فهي كما قلت لكم 92%، فهي مزيانة. كيبقى علامة استفهام على الحدادي الصراحة. وما عرفتش شكون عيط على الكعبي. الصراحة الكعبي يجي بلاصة الحدادي حسن. كيتقاتل على الخوت وماركا لينا بيوتا. كنظن الكعبي هو اللي تظلم في هاد التشكيلة هادي. حشومة ما عيطليش، حيت كان هو السبب باش تأهلنا المونديال. كذلك ماركا بيوتا اللي زوينين، وكذلك كيرجع اللور كيتقاتل. كندرنا الخوت هذا هو اللاعب اللي ما عرفتش علامة استفهام ما عيطليش، هو الكعبي. اذا الخوت تهلاو في راسكم. خليونا الرأي ديالكم في لي كومونتير، واللي ما تابو مازال ما تابونا في القناه يدير واحد ابوني وخليونا واحد جيم، وتهلاو في راسكم.